السلام عليكم. كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة الثلاثاء ملابسات جريمة القتل التي راح ضحيتها 2 من المعتمرين الجزائريين داخل مقر إقامتهما في فندق قرب المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية. وذكرت على صفحتها عبر تويتر أن شرطة العاصمة المقدسة قبضت على زائر من الجنسيات الجزائرية لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهروب من الموقع، ما أدى إلى وفاتهما. وقام الأمن السعودي بالقبض على القاتل بالحرم المكي بناء على صور كاميرات مراقبة مع حجز معتمر ثالث مرافق للمعتمرين في غرفتهما بانتظار نتائج التحقيق، ثم جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. من جانبه أعرب الاتحاد الجزائري لوكالات السياحة والأسفار عن أسفه للفاجعة الأليمة التي أودت بحياة المعتمرين اللذين ينحدران من ولاية قسطنطينة شرقي الجزائر. وكشف الأمير العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار صلاح الدين تومي أن المشتبه به البالغ من العمر 40 سنة كان يتعالج قبل سفره إلى البقاع المقدسة في مستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية في ميلان. وقال إنه أبدى تصرفا غير عادي صباح يوم الجريمة نتيجة ضغوط نفسية وعصبية كان يعاني منها يجهل مصدرها وأخرجته عن وضعه العادي. وأوضح أن المشتبه به استهدف بطعنات قاتلة أحد المعتمرين في جناح الاستقبال لأحد الفنادق بمكة المكرمة، ومعتمرا ثانيا كان في غرفته بطعنات مماثلة ثم لدى بالفرار. إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم جديدنا دائما. شكرا لكم.